وصلنا شهر 8 وبدأت كل الدوريات، الدوري الانجليزي والفرنسي والالماني والايطالي والاسباني، وبدأ برضه في نفس التوقيت دوري روشن السعودي. بعدها بشويه هتلاقي دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال اسيا ودوري ابطال افريقيا والليبرتادوريس. ضيف بقى على كل دول كاس عالم انديه والانتر كونتيننتال، وبعدهم بشويه الدوري المصري اللي طبعا ما نعرفش ولا هيبدأ امتى ولا هيخلص امتى. شايف انت بقى كل البطولات دي؟ انا بقى جاي احرق لك الاحداث واقول لك مين البطل في كل البطولات دي. في السخان بقى روح اعمل لكم سبسكرايب ورن الجرس وتعالى اما ونبدا مع اوروبا، وبالتحديد دوري الفلاحين الفرنسي. انه دوري ما فيهوش كلام كتير قوي يعني نقعد نقوله، فانا هقول لك من دلوقتي من غير تحليل اللي هيكسب الدوري الفرنسي ده باريس سان جيرمان. هنا بقى ده خلينا نروح للدوري اللي بعده البوندسليجا، اللي ممكن نلاقي فيه منافسه شويه من ليفركوزن، خصوصا ان هو اللي واخد الدوري السنه اللي فاتت ومن غير هزيمه، وكمان واخد السوبر الالماني وكاس المانيا. طبعا يخلي التوقعات صعبه جدا لمين هياخد الدوري الالماني، باير ليفركوزن ولا بايرن ميونخ ولا من بعيد كده بروسيا دورتموند. عشان عارف طبعا ان احنا بدانا هنا في الصعوبه، فانا جاي اقول لك ان الدوري الالماني محسوم لبايرن ميونخ، ليفركوزن مش هتعرف تاخده مرتين ورا بعض. ويلا بينا بقى علشان نخش على الكالشيو الدوري الايطالي، اللي هتلاقي فيه منافسه جامده جدا من 6 فرق مختلفه تقريبا. عندك مثلا نابولي ولاتسيو، وعندك مثلا انديه ديربي الغضب الميلان والانتر، غير بقى طبعا يوفنتوس واتلانتا. ضيف على كل دول طبعا نادي روما. البطوله مش هتبقى سهله خالص السنه دي. تفتكر مين اللي هيبقى بطل من السبع انديه دول؟ يعني زي ما احنا عارفين السنه اللي فاتت خدها الانتر وقبلها نابولي وقبلها الميلان، يعني مفيش بطل محدد. فانا بقى جاي عشان احسم لك الصراع السباعي ده واقول لك مين اللي هياخد الدوري الايطالي. السنه اللي فاتت طبعا كلنا عارفين ان تياجو موتا كان عامل شغل حلو قوي مع بولونيا، فان بقى تياجو موتا راح السنه دي لليوفي وعمل الميركاتو اللي هو عاوزه. انا بقول لك ان بطل الكالشيو السنه دي يوفنتوس. روح على الدوري الرابع، دوري توم وجيري، الدوري الاسباني الليجا. طبعا دوري انت ما تعرفش تتوقع مين اللي هياخد. برشلونه بالصفقات الجامده جدا اللي عملوها، ولسه بيتكلموا كمان على نيكو ويليامز مع هانز فليك. ريال مدريد بعد ما كيليان امبابي جه اللي هو اصلا ما كانش محتاج حاجه وما كانش ناقصه حاجه، ولا اتلتيكو مدريد مع سيميوني بعد ما عمل برضه ميركاتو جامد جدا. السنه دي انت هتلاقي منافسه ثلاثيه ما بين اتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونه. بص هو انا مش عارف ليه حاسس ان ريال مدريد سكته مش هتبقى سالكه في الدوري السنه دي. مبدئيا كده بالنسبه لريال مدريد انا مستبعده ان هو يعرف ياخد الدوري، وطبعا بما ان اتلتيكو مدريد مش هتعرف تقف قدام برشلونه ولا هتعرف تنافس على الدوري، انا بقول لك ان بطل الدوري الاسباني السنه دي برشلونه. نروح بقى على اخر دوري واصعب دوري في العالم، الدوري الانجليزي. تفتكر بقى مين اللي هياخد الدوري؟ ارسنال، السيتي، ليفربول، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، توتنهام، نيوكاسل، استون فيلا. ما تقدرش تقول لا الفريق ده مش هياخد الدوري ولا مش هيعمل مفاجاه. اي فريق عندك ممكن يعمل مفاجاه وممكن ياخد الدوري. ليفربول بقى مع ارني سلوت ومحمد صلاح والدنيا الجديده والمستوى الجامد اللي هم مقدمينه ممكن ياخدوا الدوري، ولا مانشستر يونايتد مع تين هاج بالصفقات الجديده اللي عملها الجامده جدا تحس برضه ان الفريق بقى جامد، ولا تشيلسي نادي ال 500 مليار يورو اللي عمالين يشتروا لعيبه يمين وشمال واي لعيب يشوفوه يجيبوه، ولا ارسنال بقى مع ارتيتا اللي كل سنه بيبقى اقوى من السنه اللي قبلها ومصيرهم هياخدوا الدوري، ولا السيتي يعني مفيش كلام اقوله، السيتي جوارديولا هالاند يعني نادي الرعب اللي كل سنه بياخد الدوري، ولا نيوكاسل بفلوس السعوديه والصفقات اللي هي مش غاليه قوي بس بتبقى جامده. انا جاي بقى اقول لك من اول جوله في الدوري الانجليزي مين البطل. مبدئيا كده هو كله هينافس على الدوري وفرق كتير هتبقى مركز اول متصدرين، بس اخر الدوري بقى هيبقوا 2 بس اللي بينافسوا. طبعا الفريقين دول مانشستر سيتي جوارديولا وارسنال ارتيتا. بص كده عشان كل حاجه ليها اول مره فلازم ارتيتا ياخد الدوري، فالسنه دي الارسنال هتاخد الدوري وسجل من عندك. بعد ما خلصنا التوب 5 ليجز بقى نخش على دوري روشن السعودي. تفتكر بقى مين اللي هياخد الدوري هناك؟ اتحاد جده بالصفقات اللي شغالين يعملوها، ولا الهلال اللي محدش قادر عليه بعد كمان ما يرجع نيمار وبرضه عمال يعمل صفقات اقوى من السنه اللي فاتت، ولا النصر وكريستيانو رونالدو اللي عايز ياخد اي بطوله بقى، الشباب ولا الاتفاق ولا القادسيه ولا الاهلي ولا شويه الفرق دول. بص والله انا مش هتكلم كتير في الموضوع ده عشان هي واضحه ومحسومه وما فيهاش كلام. للاسف يعني ان انا مش مشجع للفرقه دي، بس هم اللي ياخدوا دوري روشن الهلال السعودي، هم ابطال دوري روشن. هنا بقى نروح على دوري يعني عشان ما فيهوش كلام كتير وما فيهوش تحليلات وما فيهوش حنيكه، الدوري المصري. طبعا هيبقى فيه منافسه ثلاثيه ده المفروض يعني ما بين الاهلي والزمالك وبيراميدز، بما ان الدوري لسه خلصان ما بقالوش يعني يومين 3، فانا بقول لك اللي هياخد الدوري في السنه الجايه اللي لسه هتبدا. طبعا يعني من غير مناقشه ومن غير ما نتكلم كتير كله بيعيش الوهم وفي الاخر الاهلي بطل الدوري. فنخش بقى على البطولات القاريه ونبدا بالليبرتادوريس. زي كل سنه هياخدها فرقه من البرازيل، والسنه دي بطل ليبرتادوريس هو فلومينيتس البرازيل. نخش بقى على دوري ابطال اسيا اللي مش سهل التوقع فيه خالص، ان دوري ابطال اسيا بيتقسم لاثنين، نص بتاع شرق اسيا ونص بتاع غرب اسيا. فتفتكر مين اللي هياخد دوري ابطال اسيا؟ نص العربي اللي فيه الاتحاد والهلال والنصر والشباب والعين والجزيره والدحيح، النص بقى بتاع كوريا واليابان وهونداي وهوندا وماتسوبيشي لانسر واجانس العربيات ده. بس هي فعلا صعبه ما تعرفش تتوقعها، هل فرقه كوريا واليابان ولا فرقه من دوري السعودي ولا العين تاني ممكن تاخدها ولا مين بالظبط؟ بس انا شايف ان السنه دي فعلا مع كل التدعيمات اللي بتعملها السعوديه دي البطوله مش هتخرج من السعوديه، وبالتحديد الهلال او النصر. بطل دوري ابطال اسيا السنه دي خد المفاجاه دي
كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي. نخش بقى على دوري ابطال افريقيا. تفتكروا بقى مين اللي هياخد دوري ابطال افريقيا السنه دي؟ الاهلي المصري، الترجي التونسي، سان داونز الجنوب افريقي، وانا شايف ان مش هتخرج براهم هم الثلاثه. بص وانا هقول لك مين اللي هياخد دوري ابطال افريقيا. بما ان الاهلي عمره ما خدها 3 مرات ورا بعض، الترجي التونسي لسه يعتبر بيبدا فريق، هو فريق جامد بس لسه بيبدا فريق، مش اللي هو يعرف ياخد دوري ابطال افريقيا. سان داونز احنا عارفين ان هو فريق جامد جبار مش ناقصه اي حاجه. البطل بتاع دوري ابطال افريقيا الاهلي المصري عادي جدا. ما انت فاكر ان انا هقول لك ايه؟ هياخدها 3 مرات ورا بعض لاول مره في تاريخ افريقيا. نخش على اهم بطوله في السنه، دوري ابطال اوروبا. تفتكر بقى مين اللي هياخدها؟ فرقه من الدوري الانجليزي مثلا زي السيتي وارسنال، فرقه من الدوري الالماني زي ليفركوزن وبايرن ميونخ ولا بروسيا، ولا فرق الدوري الاسباني العادي يعني برشلونه وريال مدريد واتلتيكو، ولا فرقه بقى من الدوري الايطالي مثلا ميلان وانتر والحاجات دي، ولا ممكن تحصل مفاجاه وباريس من غير كيليان امبابي وميسي ونيمار ياخدوها. المهم بقى انا هوفر عليك التفكير الكبير قوي وهحرق لك دلوقتي اقول لك مين بطل دوري ابطال اوروبا. بطل دوري ابطال اوروبا انا شايف ان هو واحد من الاربعه دول مش هيخرج براهم، مانشستر سيتي وريال مدريد وانتر ميلان وبايرن ميونخ. بطل دوري ابطال اوروبا من الدوري الانجليزي، وبما ان السيتي مش هياخد الدوري الانجليزي فهو بطل دوري ابطال اوروبا السنه دي. ونخش على كاس عالم انديه، وبما انها اول مره تتلعب بالنسخه دي وبالمنظر ده فانا هقول لك مين البطل على طول كده، هو ريال مدريد. طبعا مع اي بطوله جديده لازم ريال مدريد ياخدها اول مره عادي يعني. نروح بقى لاخر بطوله، بطوله الانتر كونتيننتال اللي هي كاس عالم يعني المفروض بالمسمى القديم. بقى اللي هياخدها الاهلي المصري برضه. يبقى هقول لي ليه؟ هقول لك ليه، عشان الاهلي لازم ياخدها. ما يعني احنا مش عاملين كل الصفقات دي بقى والدنيا وخربين الفشخين الكوكب وفي الاخر مش هناخد بطوله، لا هو الانتر كونتيننتال الاهلي اللي هتاخدها. المهم بقى انا عاوزك انت تقول لي مين بطل كل البطولات اللي احنا قلناها دي في الكومنتات. وطبعا انت نسيت تعمل لايك وسبسكرايب، روح بسرعه اعمل له مرن الجرس واستنى بقى الحلقات الجايه.